السلام عليكم. في فصل الصيف صايرة هبتي عصير الليمون. تعالوا خل أسوي لكم 3 طرق وسهلة حق عصير الليمون. وبسم الله نبدأ بعصير ليمون الكلاسيك. وحق الأساس أكيد راح نعصر الليمون. هالعصارة أخذتها بتقريبا 8 دينار، وايد أسهل من إني أقعد أعصر بروحي ومتعبة الشغلة صراحة. عقب ما عصرت كمية الليمون اللي عندي آخذ الجيك اللي بسوي فيه العصير، أنزل الليمون وعقب أنزل عليه الماء. كمية الماء عادة تكون دبل ونص كمية العصير اللي أنا حاطته، بس في الأخير كمية الماء تعتمد عليكم، أن تضيفوا الماء وذوقوا. وأهم شيء الشكر بيكون كميته وايد بس عشان يوازن مع حموضة الليمون ويعطيكم طعم حلو، ما يكون حامض، يكون سويت. مثل ما قلت لكم دايما ذوقوا. وخلاص عصير الليمون جاهز. الحين أخذ الجلاس اللي بسوي فيه العصير، حطيت شكر صبغته بلون أصفر عشان يسوي لي الجلاس سو كيوت. وأهم شيء كثروا الثلج عشان يصير عندكم ريفريشنج. وخلاص عصير الليمون الكلاسيك جاهز عندي. الحين ننتقل حق عصير الليمون بالنعناع. سوبر ايزي، نفس طريقة عصير الليمون الأول بس بنضيف عليه نعناع. هني تقدرون تستخدمون الخلاط العادي اللي تستخدمونه في البيت أو الخلاط اليدوي، هاي تقريبا شريته ب15 دينار. وخلاص عصير الليمون بالنعناع جاهز. ويلا نروح حق آخر عصير الليمون بالياح. الياح هي كلمة بحرينية معناتها الرقي أو البطيخ أو أي أكسنت أنتوا تتكلمون فيها. وخلاص عقب ما خلطت الياح أحطه في الجلاس تقريبا لربع الجلاس. بعدها أهم شيء مثل ما قلنا الثلج، وننزل عصير ليمون الكلاسيك اللي سويته أول مرة. وخلاص أخلطهم كلهم مع بعض وعصير الياح جاهز. وعلى قلبكم 1000 مليون عافية.